تخيل تدخل مكان محدش خرج منه قبل كده، والمكان ده مش مقبرة عادية ولا اكتشاف تاريخي، ده هرم مدفون تحت الأرض، وكل خطوة جواه بتقربك للموت أكتر. ملخصنا النهاردة عن بعثة علمية نزلت تدور على الحقيقة، بس اللي لقوه كان لعنة أقدم من التاريخ نفسه. بيبدأ فيلمنا النهاردة في سنة 2014، وبيكون في دولة مصر، وبيكون انتشر خبر إن في مجموعة من علماء أجانب اكتشفوا هرم رابع جنب الأهرامات التلاتة. وطبعا بيوصل على طول فريق من المصورين والإخباريين عشان يعملوا سبق صحفي، وكمان يعملوا فيلم وثائقي عن الاكتشاف العظيم ده. لكن أول ما بيوصلوا مش بيبقوا عارفين يروحوا للهرم إزاي بسبب الزحمة الجامدة اللي كانت موجودة في الشوارع، وده طبعا عشان في تجمعات واحتجاجات عشان اللي بيحصل في الأهرامات، والعلماء بيطلبوا تنكيب عن الهرم الرابع. وده ليه بقى؟ علشان كانوا معتقدين ان اول ما الهرم ده يظهر بشكل كامل لعنة الفراعنة هتسيب المصريين كلهم. واخيرا بيقدر الصحفيين انهم يوصلوا للاهرامات، وبيبداوا تصوير على طول، والمذيعة دي بيكون اسمها سالي، وبتبدا تتكلم عن اللي اكتشفوا الهرم الرابع، وبيكون العالم هولاند وبنته نورة، وبتبدا تتكلم عن الهرم الرابع وقد ايه انه هرم مميز ومختلف عن باقي الاهرامات، وده طبعا بسبب ان هو له 3 جوانب بس مش 4 زي باقي الاهرامات اللي موجودة جنبه. وهي بتتكلم بيبدا يظهر مجموعة من الكلاب بتفضل تنبح بصوت عالي جدا، وهم لا بيبقوا عارفين يصوروا ولا بيبقوا عارفين هم بينبحوا ليه. فبتروح سهل المذيعة تتكلم مع العالمة نورة، وبتبدأ تسألها عن الهرم الجديد وعن عمره وعن الكلام ده كله. فبتبدأ تحكي لها عن الهرم، وبتقول لها انه تبع الملك اخناتون، وتقريبا بناه عشان يسيب فيه متعلقاته الشخصية بعد وفاته. لكن الغريب في الهرم ده انه كان مدفون تحت الرملة عكس باقي الاهرامات، وده ان دل على شيء فانه يدل على ايه؟ على انه بقاله اكتر من 10,000 سنة، وتاريخه بيعود لحضارة مصرية قديمة لكن قبل حضارة الفراعنة. بننتقل بعد كده لمكان مراقبة بالأقمار الصناعية، وبتكون نورا بتوريها الهرم من فوق، وبتعرفها إن الهرم ده كبير جدا وإنه أكبر من هرم خوفو، وكمان بتعرفها إنهم اكتشفوا مدخل الهرم والعمال شغالين عشان يعرفوا يدخلوا جوه. وبعدين بيجي تاني يوم وبيكون العمال قدروا يوصلوا المدخل للهرم، وبيبدأوا يحفروا أكتر عشان يعرفوا يفتحوا المدخل ويقدروا يخشوا الهرم من جوه. لكن أول ما بيفتحوا الباب بيخرج غاز سام بكمية كبيرة جدا، وبيجي في وش العامل اللي كان بيحاول يفتح الباب، وبعديها العامل ده بيموت على طول. فبتروح نورا تتكلم مع والدها وبتقول له ان الغاز ده حاجه طبيعيه بيتكون بسبب الفطريات اللي بتكون في الاماكن اللي بتتقفل لمده كبيره، وطبعا الهرم ده مقفول بقاله اكتر من 10,000 سنه، فدي حاجه طبيعيه. وهم بيتكلموا بيجي لهم مكالمه من مسؤول في امريكا، وبيقول لهم انهم يوقفوا حفر دلوقتي ويرجعوا لبلدهم، وبشرط انهم ما يكملوش غير بعد 3 شهور من دلوقتي، وده بسبب الاوضاع اللي مش مستقره في مصر بسبب اعتقاد المصريين بوجود لعنه الفراعنه، وان وجودهم في مصر دلوقتي مش مستحب. لكن نورا مش بتبقى عاوزه ترجع وتتضايق من قرار المسؤول، فبتتكلم مع والدها وبتقنعه انهم يدخلوا روبوت من الفتحه اللي عملوها في الهرم عشان يشوفوا ايه اللي موجود في الهرم من جوه، وكمان عشان المجهود الكبير اللي عملوه ده ما يروحش على الفاضي. فوالدها بعد ما بيشاور نفسه كده بيقتنع بكلامها، وفعلا بيجيبوا روبوت بتاع شخص اسمه زهير، وبيبداوا يدخلوه من الفتحه اللي عملوها العمال. واول ما بيدخلوا الروبوت بيلاقوا المدخل اللي هيدخلهم للهرم من جوه، لكن بيبقى في كلام مكتوب على الحيطه بالهيروغليفي ان اي حد هيحاول يدخل الهرم من جوه هيموت في الحال. ومش بس كده، ده كمان هيرسلوا روحه للعالم السفلي، واول ما الروبوت بيتحرك الارسال بيتقطع. لكن زور بيقول لهم ان الارسال اتقطع بسبب ان في حاجه هجمت عليه وهي اللي قطعت الارسال، وتقريبا اللي هجم على الروبوت ده تعبان، وده علشان زمان الفراعنه كانوا بيحطوا تعابين في الاماكن بتاعتهم. وطبعا زهير مش هيسيب الروبوت بتاعه لانه سعره غالي جدا، فهيخش من الفتحه اللي في الهرم عشان يجيبه، لان ما ينفعش يسيبه عشان ما يحصلوش مشكله في الشغل بتاعه. بس العالم هولاند بيرفض ان زهير يخش الهرم من جوه عشان اكيد الهرم مليان فخاخ، بس بيرجع يفتكر ان هو اللي اقنعه انه يستخدم الروبوت، فبيقول له خلاص ماشي مفيش مشكله، انا كنت خايف عليك بس مش اكتر. وكمان اللي موجودين بيقرروا يدخلوا مع زهير، وكله اتجمع عشان يدخلوا الهرم من جوه، وبيحضروا نفسهم وكله تمام. وبيجي لهم ضابط اسمه ماهر وبيقول لهم انهم ممنوع يدخلوا الهرم من جوه عشان ده خطر كبير جدا. لكن زهير بيتحايل عليه عشان يسيبه يخش يجيب الروبوت بتاعه، وبيوعدوا كمان انهم مش هيتاخروا، فبيسيبهم يخشوا يجيبوه. وبيبداوا يحضروا نفسهم وبيلبسوا ماسكات الاكسجين، وكمان بيربطوا حبل عشان ما يتوهوش وهم راجعين، على اساس بقى ان الحبل ده يبقى ايه، وسيله تعرفهم الطريق اللي هم داخلين منه. المهم اول ما دخلوا مشيوا من الممر اللي كان فيه الروبوت، وبعد شويه بيلاقوا الروبوت اخيرا، بس بيلاقوه راسه مكسوره، وبيلاقوا كمان فوقيه فتحه في السقف بتوصل لاوضه صغيره كده، فبيطلعوا يشوفوا ايه اللي موجود في الاوضه دي، فبيلاقوها مليانه ادوات حرب بس قديمه، وبيلاقوا كمان سلاح ويكون عليه اثار دم وبتكون قديمه جدا برضه. فبتقرر نورا انها تاخد اي حاجه من الحاجات دي عشان تحللها، لكن مره واحده
بيتفاجئوا ان الحبل اللي هم كانوا رابطينه اتقطع، ودي طبعا حاجه غريبه جدا لان الحبل قوي جدا ومفيش اي حاجه حصلت تخليه يتقطع. وكمان بيتفاجئوا انه في 4 طرق شبه بعض قدامهم، والمشكله هنا انهم نسيوا هم داخلين من انهي طريق. المهم بيختاروا طريق وبيمشوا فيه لحد ما بيدخلهم في اوضه بيلاقوا فيها باقي الروبوت بتاعهم وبيكون للاسف متكسر. طب وبعدين يا جدعان ده الموضوع ما طلعش تعبان ولا حاجه، ده زي ما يكون حد مكسره بايده. ومره واحده الارض بتبدا تتهز بيهم جامد وبتنهار من تحتهم وهم مش بيقدروا يجروا، فبيقعوا كلهم وبيلاقوا نفسهم جوه اوضه ما فيهاش اي حاجه غير باب واحد بس وبيكون مقفول، وهم قاعدين محتاسين مش عارفين يعملوا ايه. ومره واحده بتقع عليهم صخره كبيره جدا وبتسيب كله وبتقع على رجل زهير، وبيقعد يترجاهم ان هم يحاولوا يشيلوا الصخره من عليه. وطبعا هم بيحاولوا يشيلوها بكل قوتهم لكن الصخره بتكون تقيله جدا. وبعد شويه سالي المذيعه بتلاقي فتحه فبتطلع تشوفها عشان ممكن تلاقي اي حاجه تخرجهم من المكان ده، لكن بيبقى جوه الفتحه دي قطه فرعونيه بتجري عليها وبتخربشها في وشها، لكن الحمد لله مش بيحصل لها حاجه. وبيبدا ابو نوره يقرا الكلام اللي مكتوب على الباب لكنه بيلاقي تحذير صريح ومكتوب محدش يحاول يفتح الباب ده نهائي. لكن الناس اللي معاه مش بيبقى قدامهم اي حل تاني فبيتجاهلوا الكلام اللي مكتوب وبيروحوا يحاولوا يفتحوا الباب عشان يخرجوا من الاوضه. وبيقدروا فعلا ان هم يفتحوا الباب لكن للاسف مش بيقدروا ياخدوا زهير معاهم عشان الصخره اللي وقع عليه كانت تقيله جدا. فبيوعدوه ان هم هيرجعوا له تاني اول ما يلاقوا اي طريق للخروج من هنا. وبيمشوا كلهم وبيفضلوا ماشيين مسافه طويله جدا لحد ما بيبداوا يسمعوا صوت الضابط ماهر، فبيقعدوا يندهوا عليه ويصرخوا عشان يسمعهم لكن للاسف مش بيسمعهم. وفجاه بيسمعوا صوت زهير وهو بيصرخ باعلى صوت عنده فبيجروا عليه لكن للاسف مش بيلاقوه، وبيلاقوا اثار دم كتير جدا في مكان زهير وماشيه لفوق لحد فتحه السقف. فبيقولوا البعض ان اللي يعمل كده ان حد ممكن يكون سحبه لفوق، بس يطلعوا ازاي من تحت الصخره اللي كلهم ما كانوش قادرين يحركوها اصلا. المهم بيرجعوا لسالي واصحابها وبيحكوا لهم على اللي شافوه، فسالي بتتعصب جدا وبتخاف وبتقول لهولاند انه لازم يخرجهم من هنا باي طريقه. وهم بيتكلموا هولاند بيلاحظ ان في حاجه بتتحرك واول ما بيبص عليها بتختفي بسرعه، فبيخاف هو كمان وبيقول لهم انهم لازم يتحركوا من هنا عشان المكان ده خطر عليهم جدا. ولما بيتحركوا شويه بيلاقوا ممر صغير كده فبيضطروا انهم يمشوا فيه عشان مش بيبقى قدامهم حل غير كده. واول ما بيدخلوا الممر بيلاقوا شويه قطط كده فرعونيه جايه عليهم فبيجروا بسرعه على اخر النفق علشان القطط ما تهجمش عليهم. واول ما بيخرجوا من الممر بيلاقوا الضابط ماهر وصل وبيساعدهم انهم يخرجوا، واول ما بيشوف القطط بيبدا يضرب عليهم نار عشان ما تاذيش حد فيهم. لكن مره واحده بيظهر كائن غريب جدا بيسحب الضابط ماهر من النفق الصغير ده وبيخلص عليه. وطبعا كلهم بيخافوا جدا وبيبقوا في حاله ذهول مش عارفين ايه اللي بيحصل ده، وبيضطروا انهم يقفلوا النور عشان ما يلفتوش انتباه الكائن المرعب ده. وبعد شويه بيقرروا انهم يكملوا عشان مفيش حل تاني، فبيمشوا علشان يدوروا على اي طريق تاني لحد ما بيلاقوا نفق تاني. وبيلاقوا برضه على الجدار صور وكلام هيروغليفي لكن لسه هولاند هيقرا اللي مكتوب بيلاقوا رمل كتير جدا ابتدى يقع عليهم من كل حته، فبيضطروا ان هم يجروا عشان ما يموتوش. لكن سالي وهي بتجري بتقع في فخ مليان اسياخ حديد والقطط الفرعونيه بتجري عليها عشان تاكلها، لكن هولاند بيولع شعله وبيرميها عليهم فبيهربوا وبينزلوا بسرعه عشان يطمنوا على سالي لكن للاسف بيلاقوها ماتت. فبيكملوا طريقهم وبيدخلوا للنفق اللي كانوا لسه شايفينه من شويه، لكن بيلاقوا نفسهم في الاوضه اللي دخلوها في الاول خالص اللي كان فيها الروبوت. اوبا. فهولاند ايه بقى بيعرف ساعتها ان الهرم ده عباره عن متاهه كبيره وان اي حد هيدخل الهرم ده مش هيعرف يخرج منه بسهوله. وخلاص هو طبعا واقف مش عارف يعمل ايه، فبتجيله فكره ان هو يسجل فيديو وبيطلب فيه المساعده وبيقول لهم على الهرم وعلى اللي شافوه جواه لحد ما بيحسوا بتيار هواء جاي من جنبهم طالع من تماثيل موجوده على الحيط، فبيفكروا ان التماثيل دي وراها مخرج ممكن يطلعهم بره الهرم. لكن لما بيحركوها بيلاقوا باب اتفتح وموجود فيه جماجم لناس ميته كتير جدا، ولما بيدخلوا لجوه بيلاقوا هياكل عظميه لناس كتير. فهولاند بيستغرب جدا وبيقول ايه المتاهه اللي احنا وقعنا فيها دي. المهم بيكملوا طريقهم في الممر لحد ما بيوصلوا لاوضه كبيره وبيلاقوا فيها جثث لحد ما بيلاقوا جثه بس متاخد منها القلب بتاعها. اوبا. فبيخمنوا وبيقولوا ان ده ممكن يكون حرامي اثار وكان داخل عشان يسرق الاثار اللي موجوده في الهرم. وفجاه بيلاقوا حد ميت وبيكون ماسك في ايده دفتر مذكرات، فبتاخد الدفتر منه وبتلاقي فيه ان الشخص ده كاتب كل حاجه عن رحلته في الهرم، وكان كاتب كمان انه لقى مخرج من المكان اللي هم فيه. وطبعا هولاند بيفرح جدا هو واللي معاه، بس للاسف الفرحه ما كملتش على خير. ظهر لهم الكائن ده وقتل هولاند واخد قلبه. فطبعا نورا بتترعب جدا وبتاخد مايكل وبيطلعوا يجروا، وبتكون مش مستوعبه حاجه بسبب اللي حصل لابوها قدامها. فبيكملوا طريقهم عشان يخرجوا من الممر اللي دخلوا منه، لكن للاسف بيلاقوا الباب مقفول. وكده
وكده طبعا خلاص اتحبسوا ومفيش اي امل للخروج. فبيقرر مايكل انه يرجع ويصور الكائن الغريب ده عشان بعد كده الناس تعرفه، وبيرجع يتسحب لجوه من غير صوت لحد ما بيلاقي الكائن الغريب ده قدامه. فبيصوروا فيديو وبيكتشف انه معلق جثة هولاند وبياخد قلبه، وبيرجع يوري نورا الفيديو. فنورا بتقول له ان الكائن ده اسمه انوبس، وانه سيد الموت عند الفراعنه، وانه بيخرج قلوب الجثث وبيوزنها عشان يبعتها للعالم الاخر. وبعدها بيقرروا انهم يتحركوا علشان ممكن يلاقوا اي مكان يخرجوا منه. وهم ماشيين نورا بتلاقي كلمات وحاجات مكتوبه على الحيطه باللغه الهيروغليفيه، والكلمات دي بتوضح ان انوبس ده بيقتل اي حد بيشوفه وبيطلع قلبه لحد ما بيلاقي شخص قلبه نقي عشان يساعده انه ينتقل للعالم الاخر. وكمان كان مكتوب ان انوبس ده محبوس في الهرم ده لانه زمان ايام الفراعنه كان مرتكب جرائم كتير جدا، وعشان كده القدماء بنوا الهرم ده مخصوص عشان يحبسوه فيه. واخر حاجه بتلاقيها بتكون معلومه ان طريق الخروج الوحيد اللي هتلاقيه هيبقى موجود في خريطه النجوم. فبتبدا نورا تدور على خريطه النجوم دي عشان تقدر تطلع من المتاهه اللي اتحطت فيها. وفعلا بتلاقي خريطه النجوم على السقف بتاع الاوضه اللي هم فيها، وبيكون فيها نجمه بتنور. فبتروح ناحيه النجمه دي وبتلاقي جنبها فتحه في السقف وفيها سلم، فبتطلع بسرعه هي ومايكل عشان يخرجوا من الهرم ده باي طريقه. وبتكون الفتحه دي اللي دخل منها الضابط ماهر اللي انوبس قتله من شويه. وبيطلعوا بسرعه من الفتحه، لكن فجاه بيجي انوبس وبيسحب مايكل، وبيطلع تاني بسرعه عشان يسحب نورا، لكن بتحدف عليه شعله من النار بتخليه يبعد. واول ما بتطلع من الممر بيكون انوبس لحقها مره تانيه وبيسحبها معاه. وبعد شويه بتلاقي نفسها مربوطه في مكان مليان جثث كتير، وبيكون خلاص انوبس ده داخل عليها عشان يطلع قلبها هي كمان، لكن بيكون معاها آلة حاده بتقطع بيها الحبل وبتضرب انوبس وبتطلع بسرعه تهرب من نفس الممر. واخيرا بتوصل لمكان الخروج، لكن بيغمى عليها من شده التعب. واول ما بتصحى بتلاقي طفل جاي عليها، فبتقول له ان لازم يساعدها تخرج من هنا، لكن للاسف مش بتلحق تكمل الكلمه، وبيظهر انوبس تاني وبيقتلها هي والطفل.